لحظة، لا تقفلوش يعني، الرجال لا تقفلوش، في موضوع مرعب وخطير ومخيف. تعالوا نشوفه وبعدين نتكلم. الشمس جاية من ناحية غلط. اقفل باب التوبة. خلاص خلاص. ربنا سامحني، والله ماليش غيرك. أنا غلطت كتير، أنا ندمانة. يا رب قبلني. هيدا كنت فاكرة عندي وقت. يا رب سامحني. كنت ضايع بس أنا راجع لك يا رب. الشمس بتغرب. استغفر الله العظيم. توبوا إلى الله. يا رب سلم. وقت النهاية. يا رب سامحني، أنا رجع لك. أنا تأخرت بس قلبي راجع. والله راجع. يا رب توبة، والله توبة. كنت فاكر لسه بدري، يا رب ساعدني. خلاص ما بقاش ينفع نهرب. يا رب رحمتك، يا رب لطفك. الله أكبر، الله أكبر. يا رب تقبل، يا رب. الشمس طلعت من المغرب يا ولاد. احنا كده خلاص؟ محدش عارف، بس استغفروا قد ما تقدروا. سامحني يا رب، أنا غلطان، سامحني. ركز معي، ما تبصش للسما، ما تبصش. استغفر الله العظيم. يا رب تقبل. يا رب رحمتك. استغفر الله العظيم. يا رب. مالك الملك، ملكة قلوبنا. في اليوم اللي الشمس طلعت فيه من المغرب العالم اتغير. الخوف بقى سيد كل لحظة، وقلوب البشر اتقلبت زي ما اتقلبت حركة الكون. بصراحة الموضوع خطير ومرعب ومخيف، صح تمثيل لكن هو واقع يعني واقع سيأتي، هو مسألة وقت، لكن متى الله أعلم، قد ربما يأتي في لمح البصر، وإحنا بنشوف سرعة الأيام والأسابيع والشهور والسنوات، مما يجعلنا في قلق وتوتر إلى أن يأتي اليوم الموعود. في الأخير أسألكم سؤال، هل أنتم مستعدون لهذا اليوم العصيب الرهيب المخيف أم لا؟ اكتب أو اكتبي، هل أنت مستعد؟ مش مستعد؟ مقدم؟ مؤخر؟ مسوف؟ لكن بصراحة تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.